الحاجه اللي اضطرتها انها هي ترفع عليه الدعوه ديال الشقاق. هو ملي توصل الدعوه ديال الشقاق ما تقبلش، يقول لها والله ما نطلقك. فمشاو تيتهجم عليها في المقال العمل ديالها. يعني ماشي اول مره غادي تهجم عليها. لا تهجم عليها في المقال العمل ديالها من غير السب والقذف والشتم والتهديد اللي كان في الميساجات، من غير انه كان كيهدد الوالده ديالي. انايا بغيت تواصل معايا، انا كان كيتصحاب لي في حقيقه الله انه غير كيهضر، يعني غير ديك والله ما نطلقاك علاش تقول لي هكا، مساله الوقت وصافي، انه غادي يبعد وغادي يمشي في حالاته صافي، يتقبل الامر الواقع. خصوصا انه في الاول كان متقبل انه يطلق، هو بغى يتعكس في الاخر. دونك هو ملي تهجم عليهم الليله اللي قبل مشينا عند البوليس، ولكن المشكل هو ان الام ديالي بحال خافت، كتقول لك لا وعندها كيعاود يتشاد ويخرج. انا ما تقبل، انا ما كنتش معاهم، انا قلت لهم سيروا شكيو حتى نجي انايا. مي تراجعوا. هادشي هذا اللي خلاه لا غد ليه في الصباح انه دا هذا العمل هذا ديالو. شحال هو مزوج بالسيده؟ مزوج بها عام و3 شهور. اول مره غيوقع هادشي ولا فيه توقع؟ زعما النزاعات لا، هو شوف، هو وياها كانوا عايشين زعما كزوج وزوجه، على اساس انهم يكونوا في الموديل ديال زوج وزوجه تنعرفوا حنايا كموديل مغربي. ولكن ابارامون ما كانش واحد الموديل، ما تحققش هذا الموديل هذا، ما كانش واحد الوفاق بيناتهم، ما كانش واحد الوئام بيناتهم. خصوصا ان المشاكل اللي كانت كاي زوج وزوجه عادي وصلوا لواحد المرحله ديال الطلاق، مشاكل عاطفيه، مشاكل ماديه. انا كنعتبر هذه المشاكل عاديه، وكنعتبر ان ما توصلناش لهذا المستوى هذا. وهذا الشيء هذا كان وكانت كتقلق منه وتعاود ترجع معاه وتقلق منه على اساس انه غيصلح. مي هو انسان كما كنت كنقول، انسان زعما اللي هو الي اجي، يعني ماشي شي انسان اللي غادي تبدلو. هذا الشيء عييت من نحاول نقنع فيه اختي واش كاين حاجه ماشي اضطرابات نفسيه حق البارح هذاك الحاله اللي كان فيها